اول بالناتشيتو هم عاملين فتحة للصوص، للكب بتاع الصوص، وفتحة تانية للناتشو. بصوا بتتفتح، يعني انا عجبتني الفكرة بصراحة قوي. مش محتاجة تجيبي اطباق بقى، يعني تستخدم العلبة نفسها. والمكان التاني المربع ده للناتشو. بفتحها، ده الكيس اللي فيه الناتشو، ده المكان بتاع الصوص. افتح العلبة بقى واظبط الحاجة جواها. ده الكب بتاع الجبنة. احطه مكانه هم عاملين مكانه واضح يعني، والمكان التاني ده للناتشو. طبعا انا اسفة جدا ان انا بعمل الصوت بالطريقة دي، بس انا بعد ما سجلت للأسف لقيت الصوت مش موجود اما جيت انزل الفيديو، فاضطريت ان انا اعمله بالطريقة دي. فتحت الناتشو وحاولت احطه في مكانه مظبوط على قد ما اقدر يعني. شكلها حلو بصراحة، عجبتني. تعالوا ندوق بقى الناتشو لوحده. وهنا بقول انه عادي جدا، طعمه فلات، ما فيهوش اي طعم، يعني هو معتمد على الطعم اللي جاي من الصوص. فبدأت في الجبنة، بقول ان الجبنة الصوص بتاعها تقيل. لما دقته عجبني طعمه حلو قوي. بقول انها فكرة حلوة، وشكلها كمان حلو لأي سهرة.